النهارده حلقة مختلفة، حلقة جديدة، والحلقة دي بصراحة مش فكرتي أنا. أمال الحلقة فكرة مين يا توفيق؟ الحلقة دي فكرة واحد من متابعيني على اليوتيوب، بلاش أقول متابعيني، عايز أقول أصدقائي اللي بيكلمني على الانستجرام طوكيو أنمي. هو اللي قال لي توفيق ما تعمل لنا حلقات أو سلسلة لأخبار الأنمي. تمام ماشي، هنعمل سلسلة لأخبار الأنمي. قال لي لو لقيت عليها دعم كمل فيها، وبصراحة لو لقيت عليها دعم هكمل فيها. واي حد عنده افكار حابب يقولها لي ممكن يبعتها لي على انستجرام. خش على طول من غير ما تسلم عليا، قول لي فكرتك وانا بتكلم مع الكل. والنهارده هنقول اخبار الانمي. هنتكلم النهارده عن اهم الاخبار اللي حاصله في الانمي، اهم الانميات اللي احنا مستنيينها. في كذا انمي كده مهمين جدا جدا جدا، كذا واحد مش واحد بس، هنتكلم عنهم النهارده. كمل الحلقه لغايه الاخر عشان تعرف اهم الانميات اللي احنا هنتكلم عنها، اللي راجعه، الانميات اللي راجعه قريب جدا جدا جدا، اهم اخبار الانمي مع تيفاو. تنساش لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نخش على الحلقه. اول حاجه راجعه لينا بموسم جديد، الموسم الثاني من فينلاند ساجا. رجع لنا تاني فينلاند ساجا، الانمي بتاع الفايكنج اللي احنا كلنا حبيناه، اللي كان ليه موسم اول رهيب جدا جدا. موسم اول كلنا حبيناه، كلنا اتعلقنا بيه، من اهم الانميات اللي احنا شفناها انمي فينلاند ساجا. بس هيعملوا ايه في انمي فينلاند ساجا زياده عن اللي هم عملوه، خصوصا بعد موت واحده من اهم الشخصيات، ومن وجهه نظري هي الشخصيه اللي علت من الانمي واللي نجحته، اشيلاد. بعد موت اشيلاد يا ترى هيعملوا الجزء التاني عامل ازاي؟ يا ترى هنشوف تطور ثورفين عامل ازاي بعد ما كان كريه في السيزون الاول، هيكون عامل ازاي في السيزون التاني؟ فان شاء الله في يناير 2023 مستنيين انمي فينلاند ساجا. كمان نزل لنا عرض ترويجي لواحد من اهم الانميات اللي احنا شفناها، نازل بموسم تاني برضو في يناير 23، وهو انمي طوكيو ريفنجرز، اللي نزل لنا تاني بجزء جديد كلنا مستنيينه، كلنا حابين نشوفه بعد نجاح السيزون الاول. يعني تقدر تقول نجاح بشكل ما. عايزين نشوف ايه اللي حصل في الاخر، لان اخر الحلقه بتاعت السيزون الاول كان غريب نوعا ما، قفل غريبه. محتاجين نشوف ايه اللي هيتم مع تاكاميتشي في السيزون اللي جاي، ايه اللي هيتم مع مايكي ودراكون بعد ما عرفنا قصص كبيره جدا، دخول السجن لدراكون بعد القبض على تاكاميتشي وربطه. ايه اللي هيحصل في السيزونز اللي جايه، او سيزون 2 اللي هينزل في يناير 23. انمي انا مترقبه بشكل كبير جدا، طوكيو ريفنجرز ان شاء الله سيزون 2 في يناير 23. 決めたぜチフユ、ブラックドラゴンをぶっ潰す。あの日、ヒナは君に恋をしました。 كمان معانا انمي نزل للعرض الترويجي، انمي جديد لاول مره هنشوفه ان شاء الله في ابريل 23. نزل التريلر بتاعه، وهو انمي ديد ماونت ديث بلاي. اسمه بصراحه شدني نوعا ما. بعد كده بدات اقرا عنه، بدات اقرا عن القصه. هي مانجا موجوده بالفعل، ده تم اقتباسها علشان يعملوا منها انمي ان شاء الله هينزل في ابريل. قصة الانمي وانا اقتبس انه البطل بتاعنا بيبدأ في القتال مع مستحضر ارواح. مستحضر الارواح ده ملقب بإله الجثث، ولكن بعد ما الدنيا بتهدى بيبقى في حاجة مش صح حاصلة في الاخر. اخر طلقة اطلقها إله الجثث ده تخلي فتى بيدعى بولكا بيتغير الزمان والمكان اللي هو فيه. يعني انمي اسيكاي نوعا ما، بينتقل بسبب إله الجثث ده او مستحضر الارواح، بسبب طلقه هو اطلقها عليه، بينتقل من المكان اللي هو فيه لمكان وزمان تاني تماما. بصراحه انا مستني الانمي ده بعد ما شفت العرض الترويجي بتاعه، بصراحه عجبني نوعا ما، فمترقبينه. هينزل ان شاء الله في ابريل 23. هنخش بقى على واحد من الانميات اللي هتنزل ان شاء الله في يناير 23، وهو انمي نوعا ما انا كنت مستغربه بقالي فتره، لاني شفت البوستر بتاعه من فتره طويله جدا. الشخصيتين اللي انتوا شايفينهم دول مش بيفكروكوا بحد كده؟ يعني دول مثلا مش ايرين وميكاسا؟ بصراحه انمي غريب جدا، خصوصا ان هو مقتبس اشكال شخصيات من انمي تاني من اتاك اون تايتن. فانا بصراحه كنت مهتم اعرف الانمي ده
ايه حواره، ايه اللي هيحصل فيه يعني. الانمي اسمه مونوجاتاري. قصة الانمي دي وخليني اقراها لكم بشكل تام زي ما انا كاتبها. قصة الانمي بتقول ان مع تقدم العمر في اشياء بتبدأ تصدأ، في اشياء بتبدأ تتهلهل، ولكن بتكتسب قلبا صحيحا علشان تصبح تسوكوموجامي. انا كاتب لكم ده حرفيا كاتبه عشان اعرف اقوله. وبنتكلم عن كيوتارو اللي هو شاب بيكره تسوكوجامي. ايه هو تسوكوجامي؟ زي ما قلت الاشياء القديمه اللي بتبدا تصدأ وبتمتلك قلبا صحيا. حد فاهم حاجه؟ انا مش فاهم حاجه. تسوكوجامي دول سرقوا من الفتى ده حاجه معينه، حاجه ثمينه بالنسبه له، فبيقابل بنت اسمها بوتان. البنت دي بتعيش مع 6 تسوكوجامي. 6 تسوكوجامي هو بيقابلها وبيبدأ يحبها، ده اللي احنا بنعرفه. وبيبدأوا يعيشوا مع بعض في نفس المكان. الفتى اللي بيكره تسوكوجامي، البنت اللي عايشة مع 6 تسوكوجامي بتحبهم ومعتبراها عائلتها، بيعيشوا مع بعض وبيحصل بقى أحداث مع بعض. بعد ما بيعيشوا تحت سقف واحد بيحصل أحداث كتيرة. أنا مترقب الأنمي ده ليه؟ علشان أشوف رسمه وأشوف إيه القصة بتاعته عاملة إزاي. مترقبه بصراحة، عايز أتفرج عليه. هينزل ان شاء الله في يناير 23. ああ、こちらこそよろしく頼む。 انمي كمان نازل في يناير 23، وهو انمي فكرني شوية بسباي فاميلي. الانمي اسمه بادي داديز. بصراحة الانمي اسمه شوية خلاني احس ان في حاجة كريبي، في حاجة مش المفروض اتفرج عليها. بادي داديز لو انت فاهم حاجة فاهمني. فانا بصراحه ما كنتش عارف. بعد كده شفت العرض الترويجي وكمان قريت القصه بتاعه الانمي وكتبتها لكم زي ما انا كتبت القصص اللي قبل كده علشان احضر للحلقه. بتتكلم الاحداث عن كازوكي كروسو، وهو مقاول مجرم بيعيش مع صديقه المقرب. صديقه المجرب ده قاتل محترف. الاتنين بينشأوا مع بعض. بنتكلم عن كازوكي هو حد منفتح، بيحب النساء، بيحب المقامرة. لكن ري صاحبه وانتيمو هو راجل حكيم قليل الكلام وقاتل محترف زي ما قلنا، وبيحب جدا ألعاب الفيديو. وفي يوم من الأيام بينتهي بيهم الحال الاتنين برعاية بنت. البنت دي هي عندها 4 سنين، وهي بنت واحد من زعيم المافيا. ايه اللي ممكن يحصل في انمي زي ده؟ قصة الانمي بصراحة شدتني جدا جدا جدا، بعد ما كانت كريبي شوية في الاول، ولكن شدتني بشكل انتوا مش متخيلينه. حابب اتفرج على الانمي ده جدا. خلاص قريب هينزل في يناير 23 الشهر الجاي. 放送開始。 اهم حاجتين بقى هنتكلم عنهم النهارده. اول حاجه هي الاعلان عن موسم جديد لكيميتسو نو يايبا ديمون سلاير او قاتل الشياطين. موسم جديد من قاتل الشياطين، وهتبقى الحلقه الاولى منه ساعه كامله. ده الكلام اللي انا سمعته، الاخبار اللي انا سمعتها. الموسم الجديد من كيميتسو نو يايبا هينزل ان شاء الله. الموسم الجديد بيتكلم عن هاشيرا جديد، مش واحد، 2 هاشيرا جداد. زي ما انا قلت قبل كده ان الفكره بتاعت الانمي خلاص فهمناها. كل سيزون هاشيرا جديد او 2 زي ما يكون، وهيتكلموا عن هشرة الرياح وهشرة الحب. ان شاء الله هنتفرج مع بعض على ديمون سلاير اللي احنا مترقبينه جدا جدا جدا. واهم خبر المهم جدا اللي انا كنت سايبه للاخر، نزول البوستر الرسمي لأتاك اون تايتن للموسم الاخير اللي لسه ما تحددش الشهر بتاعه، ولكن هو السنه الجايه، وده اكيد كلنا مستنيين نهايه اتاك اون تايتن، نهايه الملحمه اللي كلنا حبيناها. اتاك اون تايتن كلنا مستنينها بصراحه، وانا مهتم جدا مترقب جدا بعد ما شفت البوستر الجديد كمان اللي بصراحه ما شدنيش قوي، بس تمام ماشي مش مهم. فبصراحه مترقبين. قولوا لي درجه ترقبكم لكل الانميات اللي انا قلتها لكم. قولوا لي ايه اهم الانميات اللي انتوا شايفينها. لو في انميات انا ما اتكلمتش عنها اكتبوا لي اساميها في الكومنتس تحت، ممكن نعمل شورتس نتكلم عنها. وده اللي كانت عندي النهارده، اهم اخبار الانمي. وعايزين السلسله دي تستمر، ما تنساش اللايك، الشير، السبسكرايب. ولو انت مش عامل لي فولو على انستجرام روح اعمل لي فولو على انستجرام. دعمكم للسلسله دي هيخليها تستمر اخبار الانمي. وده اللي كان عندي النهارده. سلام.